اسكندرية هتغرق تاني، هي غرقت أولاني. مدينة اسكندرية اللي بنشوفها دلوقتي مش زي اسكندرية اللي بناها اسكندر الأكبر، ده جزء صغير منها، وباقي المدينة تحت المية بقاله أكتر من 1600 سنة. إيه اللي حصل بالظبط؟ وهل التاريخ ممكن يتكرر؟ سنة 365 ميلاديا اسكندرية اتضربت بأقوى زلزال في تاريخها، وسبب موجات تسونامي وغرق أهم أحياء اسكندرية زي حي الملوك اللي كان فيه قصر الملكة كليوباترا ومكتبة الاسكندرية القديمة، وغرق كمان جزيرة فاروس اللي كان فيها منارة الاسكندرية، واحدة من عجائب الدنيا. ده غير إنه غرق المينا بالكامل. ولو فكرت تنزل تغوص في بحر اسكندرية هتشوف الآثار دي لسه موجودة، أعمدة جرانيت ضخمة من قصور البطالمة، وتماثيل لأبو الهول، وأطلال لمدينة هركليون الفرعونية، مدينة سبقت الاسكندرية في المصير المشؤوم وغرقت سنة 800 ميلادية. والسؤال الأخطر هنا، هل اسكندرية هتغرق تاني وتتحول للمدينة اللي بنحبها الآثار تحت المية؟ أغلب النظريات بتقول إن ده هيحصل تاني وقريب جدا. أول نظرية بتقول إن بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية درجة الحرارة في الأرض بتزيد والجليد في القطبين بيدوب، وده بيسبب ارتفاع منسوب البحر، وده معناه إن في شواطئ كتير في العالم ممكن تختفي ومنهم اسكندرية. وللأسف مش ده السبب الوحيد اللي بيهددها. في نظرية تانية بتقول إن اسكندرية موجودة في منطقة أرضها بتهبط مع الوقت، وده معناه إن لو البحر ارتفع هتكون سهل إنها تغرق. والخطر الأكبر اللي حصل قبل كده الزلزال والتسونامي، لأنها قريبة من مناطق الزلزال، وأغلب النظريات دي بتتوقع إنها تغرق خلال ال50 سنة الجايين. ولو استمر الاحتباس الحراري يزيد بالطريقة دي ممكن يكون أقل من 50 سنة كمان.